أهلا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقوم بشرح وكشف ما وراء كل لقطة من فيلم نايضة اللي كيتناول موضوعات اجتماعية وسياسية بطريقة فكاهية ومميزة. فيلم نايضة في ظرف ساعات قليلة تطرح عبر قناة سعيد الناصري في منصة يوتيوب. قدر الفنان والمخرج سعيد الناصري يحقق إنجاز وصفوه بالاستثنائي. هذا الفيلم تتربع على عرش طوندونس المغربي وأنال إشادة كبيرة من طرف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. يلا نبداو بتفاصيل الفيلم. هنا كيبدا المشهد الأول تاع سعيد الناصري وهو يؤدي دور الشخصية الرئيسية في الفيلم. هاز الوالدة ديالو على ظهره حيت مريضة وغادي يديها للمستشفى. هاد اللقطة كانت مؤثرة لأنها تعكس الواقع أو التهميش والفقر الذي يعانيه سعيد وعدم توفر أبسط الحقوق للمواطن المغربي. الرسالة من هذه اللقطة أن الفيلم كيعكس المعاناة اليومية التي يمر بها المواطن البسيط، ولكن رغم ذلك كتلقى واحد التعاون والتضامن بالإخوة المغاربة. كل واحد كيساهم وكيعاون الاخر في الاوقات الصعبه، سواء كان من العائله او من الجيران او حتى المجتمع ككل. هذا الروح ديال التعاون كتكون اليد في اليد باش الكل يدوز من الازمات. غنحاول نختصر لكم اللقطات ونركز لكم على اللقطات المهمه. في هذه اللقطه غنتعرفوا على السي المقدم اللي جاي يدي الخبر ديال الحومه من عند العساس. المهم، المقدم أو ما يسمى بعون السلطة هو حلقة الوصل بين المواطنين والدولة، ولكن للأسف في بعض الأحيان كيتحولوا من خدامين للدولة إلى أداة للضغط على المواطنين، خصوصا الضعفاء منهم، وكيتجاوزوا حدودهم وكيستعملوا السلطة ديالهم بطرق قاسية. ومع ذلك ماشي كل المقدمين كيمارسوا هاد التصرفات السلبية، حيث كاينين منهم اللي كيخدموا بجدية وكيحترموا حقوق المواطنين، لكن الأغلبية من الحالات السلبية كتخلي صورة هذه الفئة مشوهة في المجتمع. خلاصة القول، يجب على الحكومة أن تقوم بتحديد دور المقدم بشكل واضح وتحط قوانين صارمة باش يتم محاسبة أي شخص كيستغل منصبه ضد المواطنين. المواطن هو اللي كيخدم الوطن وما خاصش يكون في ضغوطات من طرف هاد الاشخاص، بل خاصهم يكونوا في خدمة الشعب يحققوا العدالة الاجتماعية بين الجميع. ومن هنا كينتقل بنا المشهد الى المستشفى، وهذا واقع الامر تقريبا. جميع المستشفيات المغرب كيعانيوا من هذه الظاهرة. إلا بغيتي بلاصة اعطي الرشوة باش تشد بلاصتك اللي هي من حقك وحق أي مواطن. الناس اللي ما عندهمش القدرة المالية كيكونوا هم ضحايا ديال هذه الظاهرة. لا بالنسبة للرميد ما نفعك والو في وحتى إلا لقى طبيب كيكون الجواب غالبا ما عندنا الوقت أو خدمتك غادي تاخذ الوقت. لا بالنسبة للرام اللي عندنا هنا إلا أعطى الرشوة غادي يقضي الغرض. المستشفيات العمومية ما كتقدرش تعطي الخدمات للمواطن البسيط بسبب نقص كبير في المعدات الطبية، والمستشفيات كتعاني من الاكتظاظ حيث كاين عدد كبير من المرضى وما كاينش عدد كافي من الأطباء والممرضين. هذا الشيء كيجعل الناس في حالة من انتظار طويل. خاتم الأمر، فشل المستشفيات العمومية في تقديم خدمات جيدة هو نتيجة لغياب التخطيط السليم، لكن الرشوة اللي كتضرب هذه المؤسسات من الداخل هي كارثة أخرى. خاص الحكومة تتحمل المسؤولية وتعمل على إصلاح النظام الصحي وتطبيق قوانين صارمة ضد الرشوة داخل المستشفيات باش المواطن الضعيف يلقى العلاج اللي كيستحق بلا ما يتعرض لأي ظلم أو ضغط. هاد اللقطة اللي عجبتني بزاف حيت كلاشا فيها سعيد الناصري المطبلي للمنتخبين والرؤساء، وهو من الناس اللي كيزيدوا التشجيع وكيبالغوا في المديح ديالو بالرئيس وكيحاولوا يبينوا صورة إيجابية عليهم بطريقة مبالغ فيها.
حتى وإن كانت هناك مشاكل أو انتقادات، هاد الناس كيكونوا غالبا منفوخين في الكلام بلا ما يقدموا حلول واقعية. في هاد اللقطة بالضبط غادي تعرفوا الوعد اللي عطى مول القهوة أو مول المقر لسعيد واش غادي يوفي به، وأنه عنده علاقة مع الرئيس ديالو وكيتواصل معاه أو لا. بطبيعة الحال هذا واقع الأمر. غالبا بعد ما كينجح الرئيس في الانتخابات كينسى الوجوه اللي وقفوا معاه ودعموه. هاد الظاهرة كاينة بزاف في العالم السياسي، حيث بعض الرؤساء كيعتقدوا أنهم وصلوا للسلطة بفضل الدعم ديالهم الشخصي وكيهملوا الناس اللي ساعدوهم. هذا التصرف كيأثر على العلاقة بين السياسيين وناخبيهم وكيخلق جو من الخيبة وعدم الثقة. في هذه اللقطة غادي نشوفوا بلي سعيد ما استسلمش، دخلاتو جارتو اللوطيل بالتخبية، وهنا فين غادي تبدل أحداث القصة. غادي يديروا محاولة ثانية مع الرئيس لكن بدون جدوى. في هذه اللحظة بالضبط حس سعيد بالحقرة وتحول الخوف تاعو للشجاعة ودافع على صديقه اللي وقف معاه. هذا المشهد أثر فينا بزاف. سعيد الناصري طاح في يدو السلاح وتحكم في الوضع. نقولوا الرؤساء ولاو عنده رهينة. بالضبط في هذه اللقطة غادي يورينا المخرج سعيد الجانب المظلم للصحافة اللي كيبين فيها أن الصحافة ليست دائما دقيقة 100% في تصوير الأحداث في بعض الأحيان. نرجع لموضوعنا مع الوزارة والمواطن. بطبيعة الحال هذا واقع الأمر. واش بصح غادي يتعرف الوزير على سعيد ولد مول البيض؟ هكا كيكون الجواب تاع كاع الرؤساء في هذه البلاد، وهذه هي الحقيقة. كنقول فيه شفتوه انت ولد فلان بك الله يعمرها دار، صلينا معاه مشينا معاه، لكن في الحقيقة ما فراسو ما يتعاود. غادي نختم هذا الفيديو بواحد اللقطة اللي عجبتني بزاف. فترة الانتخابات كتكون هي الوحيدة اللي كتلقى فيها السياسيين كيجتمعوا مع الناس وكيقولوا لهم وعود كبيرة وكيديروا لقاءات اجتماعية في كل مكان باش يكسبوا الأصوات، ولكن بمجرد ما يدوز الانتخابات كيختفوا ويتخلوا على الناس اللي دعموهم وكيبقاو يهتموا ما كيبقاوش يهتموا بمشاكلهم. هاد التصرفات كتخلي الناس يفقدوا الثقة في السياسة، حيث كيبان لهم أنهم مجرد وسيلة للوصول للسلطة ومصالحهم الشخصية. في هذا الفيديو وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن باقي عندنا بزاف ديال الحوايج نكتشفوها في الحلقة الجاية. غادي نهضروا على الفشل الكبير اللي كيعيشوه المسؤولين والوزراء في هذه البلاد السعيدة. إذا كنتم مهتمين باش تعرفوا التفاصيل والحقائق اللي ما تقدرش تسمعوها في بلاصة أخرى، خليكم معانا في الحلقة الجاية اللي غادي تكون مثيرة وشيقة، ما تفوتوهاش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.